ومما أنبه عليه في هذا المقام في شيء يعني يلاحظ على بعض المصلين أنه لا يعتني بالقيام مع الإمام من أول الركعة. تجد في بعض الركعات يجلس إلى قرب الركوع، هذا فاته شيء من حظ القيام مع الإمام حتى ينصرف، فاته شيء من حظه، فيها قصور، والمطلوب أن يوفي هذا كاملا. والطريقة أنه إذا قال الإمام في كل ركعة الله أكبر دخولا في تسليمة جديدة يكبر معه تلوه مباشرة، يدخل معه حتى يكون قام معه في صلاته كلها. وبعض الناس ربما يجلس إلى قرب الركوع في أمر يلهيه ويلهي من حوله من المصلين، مثلا يتحدث مع الذي بجواره أو يتحدث في هاتف جواله ويرفع صوته ومن حوله يخل بخشوعه، فلا هو استفاد ولا هو أيضا أعطى غيره المجال ليستفيد خشوعا في صلاته. فينبغي أن ينتبه لهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف يحرص على أن يقوم معه من أول التكبير في كل ركعة، ويكون معه إلى أن يسلم الإمام من الوتر، يكتب له قيام ليلة كأنه قام الليل كله، كأنه قام الليل كله. فإذا صام رمضان وقام مع الإمام كل ليلة حتى ينصرف الإمام كان بإذن الله من أهل هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن يعلم أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد به الصغائر دون الكبائر. الكبائر لا بد من توبة، الكبائر لا بد من توبة. اليوم استمعنا في صلاتنا إلى آية فيها بيان هذا الأمر، تذكرونها؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة. هذا يفسر لك قوله غفر له ما تقدم من ذنبه أنه غفران للصغائر، أما الكبيرة لا بد من توبة.